ناس كتير ما تعرفش مكان المعدية ديت. وانت عند المحافظة امام البنك الزراعي وشركة الكهرباء في مرسى مكتوب عليه مرسى نادي المهندسين اهو. بوريكم مكانه اهوت. بيطلعك عند نادي المهندسين في طلخة. بيخدم المنطقة اللي هي منطقة الكاكولا واللي رايح ممكن حد من متعنطة، وكمان لو انت رايح نادي الكهرباء او مجمع المدارس برضو ممكن تستعمل المرسى ده. تنزل في سلم اهوت وممر مفروش نادي المهندسين فرشه بشكل جميل. رحلة عبر نهر النيل تبقى رحلة ممتعة بالظبط 30 ثانية. لو مشروع الاتوبيس النهري كان يشتغل بنفس الفكرة كان نجح، لكن الاتوبيس النهري اعتمد على مراكب كبيرة وبتاخد وقت في النقل من بر لبر، وده البر التاني. فاحنا بندعي الناس انها تجرب المرسى ده اهو. لو انت طالع منه طلعك بالظبط قدام البنك الزراعي بالظبط اللي قدام المحافظة اهو. قدام البنك الزراعي اللي قدام المحافظة، ودي شركة الكهرباء. وبعد ما نزلنا على السلم ووقفنا على المرسى، المركب جاية من الناحية التانية اهيت. وده دقايق الانتظار طبعا هتقضيها في الاستغفار وتتأمل في المية. هتلاقي السمك طالع على وش المية من الحر اهو. سبحان الله، السمك صاحي وقدام المرسى بالظبط. السمك طالع من الحر، وسمك بأحجام كبيرة لهواة الصيد يعني. ودي المركب قربت اهيت. تقريبا بتاخد حوالي من 45 ثانية لدقيقة. دلوقتي ركبنا البحر اهوت ومتجهين لنادي المهندسين في طلخة. رحلة جميلة لهواة ركوب البحر. وده احنا موجودين في المرسى في نادي المهندسين اهوت، والباشمهندس منور والناس مقابلتهم ذوق بصراحة. انت وانت نازل بتبقى ما تعتبرهاش انها مواصلة، هي رحلة نيلية. الفيو بتاعها جميل قوي. ده مرسى الوالدة باشا اهيت، اللي هي الموتيل دلوقتي، اللي كانت زمان تاريخيا مبنى التاريخي اللي هو بناه الخديوي اسماعيل. وده البر التاني اهو. احنا بنصور من طلخة تمام. وهوصف لكم برضو من بره انت بتركبها منين، وانا بركز على الناس اللي بتروح المحكمة. الناس اللي بتروح المحكمة هتلاقيها مواصلة بتوفر لك كتير قوي، بالذات الناس الغريبة اللي جايه من مراكز تانية. بعد ما وصلنا طلخة بقى بقول لكم ان انت بتركبها من نادي المهندسين اهو. ده نادي المهندسين. طب بتودينا فين؟ ده سنترال طلخة، اللي جاي على سنترال طلخة. وده اللي جاي برضو المحكمة، يعني مش السنترال بس، المحكمة طبعا بيجي لها ناس من كل حتة. ده مبنى السنترال اهو، شركة وي. خطوتين وبتلاقي النوادي على شمالك، نادي اسمه طلخة، وبعد كده المحكمة. يعني اقرب مكان اللي جاي محكمة طلخة ممكن يركب المركبة لو هو عند المحافظة.